فيلمنا بيبدأ بأم لسه مخلفة طفل وبتجري بيه على المستشفى، وأول ما بتوصل المستشفى الدكتور بيقول لهم إن الطفل عنده اليرقان الانحلالي، ودوت مرض بيسيب كرات الدم الحمراء وبيأثر على المخ وأثر على الجزء المسؤول بالتحكم بالعضلات في مخ الطفل، أو بمعنى أدق جاله شلل دماغي. وقال لها إن هو عمره ما هيقدر يتحرك زي الناس وهيبقى عنده مشكلة في السمع والتحرك، وقال لها الحل الوحيد إن إحنا نبدل له الدم. وسأل والدته انت فعلا عاوز تعملي كده وتنقذيه؟ والدته بكل ثقة قالت له ايوه انا عاوز انقذه. وفعلا بيغيروا له دمه، وبتمر سنين والطفل سمعه بيضعف اكتر، ووالدته بتركب له سماعة، وبعديها وهي مروحة بتجيب له حاجة عشان يشربها، فبيصعب على الراجل وبيعرفها ان هو مش هياخد منها فلوس. قالت له لا انا ابني زي اي حد، انت هتدي للاطفال ديت ببلاش؟ وحاسبته على الحاجة عشان ما تحسش ان ابنها اقل من اي حد. ووالدته ما ينفعش تسيبه في البيت فبتاخده معاها الشغل بتاعها، وزمايلها بيتنمروا عليه وبياخدوه وبيحطوا عليه الهدوم، وهي بتقول له ازاي تسمح لحد يعمل فيك كده؟ صدقني يا ابني انت مش عاجز، قوم اتحرك، انت هتقدر تقاوم وهتقوم، اتحرك قدامي. وبتفضل حطاه على المكنه عشان يمشي، بس هو بيفضل قاعد ومش قادر يمشي. وبتوقف المكنه في اخر لحظه وبتكون بتبكي لانها شايفه ابنها كده، وفجاه ابنها بيقدر يقوم على رجله وبيبتدي يتحرك بصعوبة، بس خد أول خطوة وابتدى يتحرك. وبتقول له يا ابني مفيش حد هيعاملك كشخص عادي، لازم تكون شخص مميز. وبتاخده توديه مدرسة لأصحاب الهمم، وبتحفظه اسمه وبتقول له اسمك وي واي. وبتتفق هي وزوجها إن هما يخلفوا تاني، وبعدها بتمر السنين والدته بتكون خلفت كين واي، ووي واي بيكون عنده 13 سنة وبيكون بيبيع اليانصيب لجيرانه، وفي اطفال بيتنمروا عليه، واخوه بيشوفهم وهم بيضربوه وبيعرف والدته، ووالدته بتطلع عشان تشوفهم، بس وي واي بيجري قدامهم بسرعة جدا، ووالدته بتشوف سرعته وهو بيجري وبتعرف ان هو سريع جدا. وبعدها والدته بتاخده وبيروح يقدمه في مسابقة الركض لأصحاب الهمم، بس لازم يكون عمر المشترك 14 سنة وهو عنده 13 سنة بس. وبعدها وهم مروحين بيتفرج على أصحاب الهمم هم بيجروا، وي واي بيشوفهم وبيتحمس جدا وبيجري في وسطهم ويبتدي يعدي واحد ورا واحد، ومع انه مبتدي اخر واحد بس بيقدر يطلع التاني وبيكون سريع جدا. وفي مدرب اسمه فونج بيروح يكلم والدته وبيعرفها ان هو مدرب الركض في الرياضات البارالمبية، وبيقول لها انا عاوز ابنك ينضم لينا، وهي بتفرح جدا ان ابنها ينضم للفريق الوطني. وبتعرف ابنها ان هو لازم يهتم بالتدريب بتاعه ولازم يكون قد المسؤولية ويسمع كلام المدرب بتاعه. وفعلا بيتدرب بس بيتعب بسرعة، وبيشوف واحد معاه في الفريق بيجري بسرعة جدا وبيكون حاطط كيس بلاستيك على راسه، وبيشوف بنته وبيسألها وبتقول له ان هو بيدرب الجهاز التنفسي بتاعه، وبتقول له ان هو سريع جدا لدرجة ان هم مسمينه القطر توينج. وبتعرفه بنفسها وبتكون اخت المدرب. وبعدها المدرب بيطلب منه يكمل تدريب وبيفضل يتدرب لغاية اخر اليوم، وهو مروح مع صاحبه قال له ان المدرب عاوزك تكون مكانه في السباق الجاي. واخر سباق للمدرب في الالعاب البارالمبية طلعنا المركز الرابع وما كناش بالمستوى المطلوب وخسرنا المنافسة، والمدرب عاوزك تكون انت مكانه. وفعلا تاني يوم بيكونوا بيتدربوا وبيكون السباق اللي هم داخلينه بيتكون من 4، وهو مش هيقدر يكون غير اول واحد في السباق لانه عنده مشكلة ما بيقدرش يتحرك في الانحناءات، والمدرب عاوزه هو اللي ينهي السباق، بس دوت بيكون مكان تونج. وتونج بيزعل جدا وبيقول له ده مكاني ولازم يتعب عشان يستحق المكان ده، بس المدرب بيقول له ده اخر قرار عندي، وتونج بيمشي وبيسيبهم. ووالدته بتفضل تشجعه وبتخليه يتدرب على التوازن بتاعه وبيفضل يجري اسرع واسرع، بس برضه ما بيكونش في سرعه تونج. وتونج بيتفرج عليهم وهم بيتدربوا، ووالدة وي واي بتيجي عشان تراقب ابنها من بعيد، وبتشوف تونج واقف بيراقبهم وبتعرفه ان ابنها واخده المثل الاعلى ليه وبيحاول يجري عشان يكون في نفس سرعته. وتونج بيتحمس جدا وبيروح ياخد العصايه من زميله وبيطلب من وي واي يجري باسرع سرعه عنده، وبيفضل يحمسه يقول له اجري انت هتقدر توصل، بص قدامك واجري باعلى سرعه عندك. وفعلا بيقدر يجري ال 100 متر في 14 ثانيه بس. والدته بتكون بتتفرج عليه وفخوره جدا بابنها، وبيكونوا مسافرين امريكا عشان يحضروا الالعاب البارالمبيه وهيشاركوا في رياضه الجري في التوالي. واول ما بيوصل بيكلم والدته وبيطمن عليها وبيطلب منها ان هو يكلم والده واخوه، بس هي بتعرفه انهم نايمين. بيقول لها على الاقل اسمع صوت نفسهم، وبيسمع صوتهم عشان يحس بوجودهم. وبعدها بتبتدي المسابقه، ومتسابق رقم 4 واسمه كيونج بيكون واقف ومتشنج، والمدرب بيجيله بيقول له ركز في المسابقه، وفعلا بيبتدي يتحرك وبيجري باقصى سرعه عنده، وبيروح يسلم العصايه لزميله اللي بعده، وبعدها زميله بيجري باقصى سرعه عنده
وبيدي العصايه لتونج وبيجري بيها، وبيفضل يجري في اتجاه وي واي لغايه اما بيوصل له. واول ما بياخد العصايه بيفضل يجري باقصى سرعه عنده، وبتكون المنافسه بين هونج كونج والولايات المتحده واليابان، وهونج كونج بتكسب بفضل وي واي، وبيقدروا يفوزوا في السباق وبيطلعوا المركز الاول. والمدرب بتاعهم بيكون فخور بيهم جدا، ووالدته في البيت بتكون بتبكي من فرحتها بابنها. واول ما بيوصلوا الصحفيين كلهم بيكونوا في انتظارهم، وبيكونوا فخورين بيهم جدا، وبيسالوا والدته تطلبي ايه من الحكومه عشان الالعاب البارالمبيه. قالت لهم ان المفروض اللي بيلعبوا الالعاب الاولمبيه واللي بيلعبوا الالعاب البارالمبيه الاتنين يتساووا في المكافآت، دول بيجيبوا ميداليات ذهب لبلدهم ودول كمان بيجيبوا ميداليات ذهب لبلدهم. المفروض يبقى في عدل وياخدوا نفس الاجور بتاعتهم، والصحفيين كلهم بيسقفوا لها. وبعديها وي واي بيكبر وبيشارك في بطولات اكتر، ويوم عن يوم بيتطور وبيجيب ميداليات ذهب لبلده. وهونج كونج بتدخل التاريخ بأرقام قياسية جديدة، ووي واي بيكون السبب فيها. وبيبص لوالدته من تحت، ووالدته بتكون فخورة بيه لأبعد الحدود. وسنة 2004 بيعملوا له مؤتمر صحفي، وفي واحد مدير شركة إعلانات اسمه فيكتور بيعرض على والدته إن هو يخش في مجال الإعلانات، بس والدته بترفض وبتقول له إن إحنا مش محتاجين الفلوس بتاعت الإعلانات دلوقتي، وابني هيركز في الرياضة بتاعته وبس. وبعدها والدته بتاخده معاها وبيروح عشان يتدرب، وهو نفسه يسبق القطر عشان يكون اسرع من تو وانج. ووالدته بتكون عامله مؤشر للمرات اللي خسر فيها قبل كده قدام القطر، والدته بتكون واقفه ومستنيه القطر، واول ما بيجي بتديله الاشاره وبيفضل يجري باقصى سرعه عنده، وبيكون بيقاتل عشان يوصل الاول. ووالدته بتتفاجئ ان هو قدر يسبق القطر، وفعلا بيقدر يحقق حلمه وبيكون اسرع من القطر، ووالدته بتكون فخوره بيه جدا. وفي سنه 2006 والده بيعمل حادثه، وبيروحوا يطمنوا عليه في المستشفى، وبيعرفوا ان هو مش هيقدر يشتغل تاني. ووالدته ما بتكونش عارفه تعمل ايه، وبتكلم صاحب شركه الاعلانات وبتطلب منه اي اعلان لابنها عشان تقدر تجمع فلوس ويقدروا يعيشوا، بس بيقول لها البطوله الجديده كمان سنتين ومفيش حد مهتم بابنك دلوقتي. وفعلا بتقفل معاه الخط وبتكون زعلانه جدا، وبتدوس على نفسها وبتروح تشتغل في تنظيف الحمامات، ما بيكونش عندها اي مصدر رزق تاني. وابنها بيروح يبيع الميداليات بتاعت اخوه عشان يجيب فلوس ويديها لوالدته، بس المدرس بيشوفه وبيعرف والدته، ووالدته بتجيبه البيت وبتديله كل الفلوس اللي في البيت، وبتقول له خد كل الفلوس اللي في البيت، خد كل حاجه في البيت، المهم ترجع الميداليات تاني، ده تعب اخوك في سنين كتير قوي من حياته. وهو قال لها كنت فين وانا بتعذب وانتي مش شايفه غير اخويا وبس، افضل حاجه بتروح له وانا مش شايف اصلا، انتي دايما بتعامليه احسن مني 100 مره. وبيزعل جدا وبيسيبها وبيمشي، ووي واي بيحضنها وبيقول لها انا هنزل هشتغل اي حاجه عشان اقدر بس اساعدك. وفعلا بينزل يشتغل ساعي بريد، وبيفضل المدير بتاعه يتنمر عليه بس بيكافح عشان لقمه العيش. وبتمر سنه ونص وهو ما بقاش يتدرب زي الاول، وبتيجي بطولة 2008 وبيكون المفروض يستعد لها عشان يشترك فيها. وفيكتور مدير شركة الإعلانات بيكلم والدته وبيقول لها ده وقت ابنك، البطولة البارالمبية قدامها 5 أشهر بس، دلوقتي ابنك ممكن يشارك في إعلانات وياخد فلوس كتير جدا، وهما بيكونوا محتاجين الفلوس ديت. وبيفضل يشارك في إعلانات كتير وما بيهتمش بالتدريب بتاعه، وبيكون أداؤه سيء جدا، بقاله سنة ونص ما بيتدربش ومش قادر يرجع لمستواه الطبيعي. والمدرب بتاعه بيفضل يحمسه وبيقول له المفروض تهتم بالتدريب بتاعك اكتر، بس هما محتاجين فلوس الاعلانات جدا، وهو بيكون مرهق في التدريب ومرهق كمان في الاعلانات، مش عارف يختار انهي طريق بالظبط عشان يمشي فيه. وبيطلب من والدته ان هو ما يعملش اعلانات تاني، وفعلا والدته بتقتنع وبيروح عشان يكمل تدريبه. بس فيكتور بيجيب اعلانات لوالدته وبيقول لها ان الاعلانات دي بمبالغ كبيره والدوله اصلا مش مهتميه بابني، فكري ان انت تجمعي فلوس على قد ما تقدري لان ده افضل وقت تجمعي فيه فلوس، بعد البطوله مفيش حد هيشوف ابنك اصلا. وفعلا والدته بتقتنع بالكلام بتاعه وبيرجع يعمل اعلانات تاني، وبيكون تعبان جدا في التمرين ومش عارف يعمل ايه. وبيجي وقت البطوله البارالمبيه وبيشارك في سباق ال100 متر وبيطلع بالمركز الثالث، ودوت اصلا مش مستواه. وبعدها بيشارك في مسابقه ال400 متر لاصحاب الهمم، وبيفضل يجري ويجري وبيحاول بس بيطلع المركز السادس، وبيكون بيبكي لانه مستواه اتدهور جدا وبيحس ان هو مقدرش يعمل اللي عليه. وبعدها بتمر فتره والدته بترجع تتدرب معاه من تاني، وبتقوله انا ابني ما بيستسلمش، ممكن يكون الفتره اللي فاتت جيت عليك بزياده يا ابني، بس صدقني غصب عني، احنا كنا محتاجين فلوس كتير جدا عشان نقدر نعيش وانت ساعدتنا في ده، ومن دلوقتي احنا اللي هنساعدك في كل حاجه. وفعلا بيتدربوا من تاني وبيرجع يتألق من تاني. وبعدها ب4 سنين بيشارك في البطوله وهو عنده 27 سنه، والمدرب بتاعه بيقول له انت افضل حاله ليك لما بتكون رقم 1،
وبيكون بيبص على الجماهير وبيشوف والدته وبتقول له يا ابني انا عينيا عليك، هتقدر تكسب. وبيبتسم وبيفتكر كل لحظة عدت في حياته وكل اللي والدته عملته عشانه وعشان يوصل للمكانة دي. وفعلا بيبتدي السباق وبينطلق بأقصى سرعة عنده. أنا لازم أكسب في السباق ده. ما بيشوفش في كل الجمهور غير والدته، هي بس اللي موجودة في المدرجات وبتشجعه، وهو عمال ينطلق وبيجري بأقصى سرعة عنده. وفعلا وي واي بيقدر يفوز بالسباق وبيطلع المركز الأول، وبإصراره وعزيمته بيقدر يفوز بالسباق. كل حاجة ممكن تكون سهلة لو أمنت بنفسك، وحلمك ممكن تحققه بالإصرار والعزيمة. مقياس النجاح عمره ما كان بالسن، انت ممكن تحقق حلمك بإصرارك وجريك ورا حلمك. والقصة دي قصة حقيقية، وكل الأحداث اللي فيها حدثت بالفعل، ودول أبطالنا المصريين أصحاب الهمم اللي شاركوا في الألعاب البارالمبية الأخيرة وقدروا يجيبوا ميداليات لبلدهم. كل الفخر بيهم وكل الشكر ليهم. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.